بيكم وحلقة جديدة من برنامج شخصية مؤثرة مع مروة صالح. كتير سمعنا جملة انتي فاكرة نفسك مين؟ السفيرة عزيزة؟ هي مين السفيرة عزيزة؟ طبعا أول واحدة هتفكر فيها هي الفنانة سعاد حسني في فيلم السفيرة عزيزة. لا، مش هي. شخصيتنا هي عزيزة سيد شكري دحروج من مواليد 1919. والدها الدكتور سيد طبيب النساء والولادة من مدينة ميت غمر. كان قدوتها ومثلها الأعلى في الحب والعطاء. اتحمل مرض زوجته المصابة بالزهايمر وله منها 5 أولاد. واتحملت عزيزة المسؤولية وأصبحت أم صغيرة لإخواتها. وأصر والدها رغم النقد والاعتراض على تعليم بناته. واتخرجت عزيزة من مدرسة الأم المقدسة والتحقت بالجامعة الأمريكية. واتخرجت عام 1942 وبدأت حياتها بالتطوع في العمل الخيري. وفي عام 45 اتجوزت عزيزة دحروج أو عزيزة هانم من أحمد بك حسين، وهو أول سفير مصري في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثورة يوليو. وأنشأ أحمد بك حسين جمعية باسم مصلحة الفلاح. ودعمت عزيزة زوجها واهتمت بمعرفة مشاكل الفلاحات. وأسست أول دار حضانة في قرية سنديون بالقليوبية. سافرت عزيزة هانم مع زوجها إلى أمريكا بناء على دعوة من منظمة الأمم المتحدة، وحصلت على لقب السفير بصفتها خبيرة اجتماعية. وأصبحت أول مرأة مصرية وعربية تسافر لدول العالم وتلقي محاضرات عن العمل الاجتماعي. ألقت محاضرات في حوالي 40 ولاية أمريكية. كان لعزيزة دور كبير في مجال الخدمات الاجتماعية، وهي صاحبة فكرة تنظيم الأسرة. الزعيم جمال عبد الناصر كان فخور جدا بالسفيرة عزيزة وقال: أتمنى أن تكبر بناتي ليصبحن مثل عزيزة. رفضت عزيزة هانم عام 77 منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وواصلت عملها التطوعي وشاركت في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. توجتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة لتوضع بجوار الأم تريزا وأنديرا غاندي. واعترفت بدورها في تغيير وضع المرأة والأسرة عالمياً ومحلياً. رحلت السفيرة عزيزة عام 2015 بعد رحلة كفاح كانت فيها حقاً امرأة استثنائية. لو عجبك الفيديو دوس لايك. كنت معكم أنا مروة صالح.